اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أفضل الخلق وعلى آله وصحبه وسلم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يا صباح الهنا، صباح السعادة وراحة البال والرضا من الرحمن على عيون أجمل إخوات في الدنيا، منوريني ومشرفيني دايما، ووجودكم كالعادة على راسي من فوق. النهاردة بقى إن شاء الله جايلكم بيوم جديد وفيديو جديد. طبعا كلنا طالعين من بعد العيد كسلانين ومرهقين وتعبانين، وتحسوا كده اننا مش قادرين نقوم نعمل اي حاجة في البيت ومأنتخين اخر انتخة. النهاردة بقى ان شاء الله هنبدأ نستعيد مع بعض قوتنا ونشاطنا، ونرجع بقى لحياتنا الطبيعية من تاني، علشان احنا ورانا مسؤوليات وورانا التزامات وورانا بيوت وورانا عيال، يعني ما ينفعش خالص انتخى. لو انتخنا يبقى الدنيا كلها هتبوظ. تمام؟ فعايزاكوا بقى النهاردة تحطوا لايكات كتير قوي قوي على الفيديو، علشان احس انكوا خلاص اتشجعتوا وبطلتوا كسل. فيلا بينا نبدأ مع بعض. وكمان ما تنسوش ان احنا عملنا كل حاجة في نفسنا ايام العيد، يعني جبنا لبس العيد وعيدنا وخرجنا واتفسحنا وكلنا كحك وسقينا البسكوت في الشاي وعملنا فسيخ وكلناه وكله 100 تمام، يعني أخدنا حقنا تالت ومتلت. يبقى نعمل بقى ايه؟ نعمل ايه؟ احنا خدنا حقنا تالت ومتلت في كل حاجة أيام العيد. يبقى نرجع لحياتنا بقى وبكل قوة وبكل نشاط، ونقوم بقى ونرمي الكسل ده ورا ظهرنا تماما. تمام؟ النهاردة بقى أول يوم، يعني أول روتين أشاركه معاكم من بعد العيد، ونرجع بقى لحياتنا من تاني ونبدأ نشوف ايه اللي ورانا علشان الدنيا مش تبوظ مننا. أول حاجة زي ما انتوا شفتوا في أول الفيديو فتحت الشاشة على القرآن الكريم، وطبعا انتوا عارفين ان انا دايما أول ما بصحى من النوم أول حاجة أنا بعملها بفتح القرآن، وبعد كده بفتح شبابيكي اللي موجودة عندي في الشقة كلها، وبعد كده دخلت زي ما شفتوا الحمام، قعدت بقى ألم الغسيل من كل حتة في جميع أنحاء الشقة، اللي في السبت واللي في الحمام واللي مرمية على السفرة واللي في الأوضة دي واللي في الأوضة دي. لما خلاص لميت الغسيل بتاعي كله، كان ناقص ألم الغسيل بتاع الناس اللي حواليا بتوع الجيران. يلا الحمد لله. فأول حاجة بقى دلوقتي قلت قبل ما أبدأ أي حاجة في يومي أحط كده أول دورة في الغسالة، ولقيت أول دورة تبقى جاهزة إن أنا أشغلها اللي هي الألوان. حسيت إن الهدوم البيضة هتبقى قليلة شوية، وحسيت إن الهدوم السودة هتبقى قليلة شوية، يعني اللي هو حرام أشغل دورة كاملة على شوية هدوم لسه مش مثلا الوزن المثالي أو الوزن الكويس إن أنا أشغل الغسالة عليه. حرام، يعني مية ومسحوق وكهرباء. فلا سبتهم لما أكون كمان حاجة على الهدوم البيضة عشان تبقى دورة كاملة، وكذلك مع الهدوم الغامقة. فحطيت الألوان الأول. بعد كده بقى أنا من ساعة العيد بصراحة ما شلتش السجاد من مكانه خالص، يعني من ساعة ما كنت عاملة تنظيفة العيد اللي احنا طبعا كلنا عملناها. فقلت لا بقى، الشقة بجد مبهدلة ومحتاجة تنظيف ومحتاجة ترويق، ومش أي تنظيفة ومش أي ترويقة، لا محتاجة ترويقة حلوة، لأن أنا زي ما قلتلكوا ما عملتش أي حاجة من ساعة العيد. فأول حاجة بشيل السجاد زي ما انتوا شايفين، بلفه وبديله كده ايه، يعني تنفيضة، بس مش اللي هي تنفيضة اللي هي تعفر وتطرب معايا، لا بعد ما بلف السجاد انا يعني ايدي متعودة على كده، اللي هو بلف السجادة واروح ايه وهي ملفوفة، بعد ما اكون رفعتها وهي واقفة كده اروح ايه دبها دبتين، اللي هو لو فيها حاجة، يعني انما مش بتعفر ولا اي حاجة. تعفر في حالة لو انتي ماسكة السجادة وهي مفرودة وعمالة تنفضي فيها. تمام؟ انا بقى اخدت السجاد اللي موجود عندي وزي ما انتوا شايفين طلعته فوق على السطح، وحبيت بقى اوريكم المنظر الطبيعي الجميل اللي بجد يفتح النفس اللي انتوا بتعشقوه.
يعني النهاردة الجو بصراحة يعني شوية الشمس تطلع وشوية الشمس تروح. فأنا قلت لأ، أنا كده كده هطلع السجاد يتشمس ويتهوى معايا شوية على ما أنا أكون خلصت تنظيف وترويق تحت في الشقة، لأن زي ما قلتلكوا الشقة محتاجة ترويقة حلوة. فقلت الشمس كده إيه تطهر السجاد وتخلي ريحته حلوة. أنا بعشق ريحة السجاد لما يكون متشمس يا جماعة، بعشقه. هو الشمس طالعة بس شوية كده، يعني شوية كده وشوية كده، تمام. فالشمس طالعة اهي وجميلة، فأنا طلعت السجاد زي ما انتوا شايفين وفرشته على السور، وهاخد بقى بعضي وانزل تاني عشان اشوف ايه اللي ورايا. وانا نازلة بقى من على السطح لقيت السلم محتاج كنس، برضو ما كنستوش من ساعة العيد. فعارفين انتوا اللي هو تبقي ماشية كده الصبح او صاحية الصبح وماشية في الشقة، فانتي مش مجهزة انتي هتعملي ايه النهاردة في يومك، فتيجي تبص تلاقي في حاجات بتظهر قدامك. اللي هو انا كده والله العظيم يا جماعة، انا مش من النوع اللي بحضر انا ناوي اعمل ايه في يومي، انا بسيب اليوم يمشي بظروفها. اللي هو ايه، كل حاجة بتيجي في وقتها مثلا، او كل حاجة بتيجي كده ايه بدون ما ابقى عاملة حسابي او بدون ما ابقى مجهزة، او عاملة مثلا انا عاملة نظام انا هعمل ايه النهاردة وهعمل ايه بكرة. لا، انا مش من النوع ده خالص، خصوصا في البيت وفي الحياة العادية. يعني انا طلعت على السطح علشان اطلع السجاد في الشمس على ما اخلص التنظيفة والترويقة اللي هعملها في الشقة. فوانا نازلة لقيت السلم مش نظيف، فقلت لا، ما يصحش ترويقة بترويقة وتنظيفة بتنظيفة، يبقى أجيب السلم في إيدي وأنا نازلة. ورحت جايبة المقشة، أنا على فكرة جبت مقشة جديدة بقالي من ساعة العيد، فكنت جايباها جديد في العيد، فرحت جاية إيه، سبت بقى المقشة دي على السلم. كل ما اجي اكنس السلم بكنس بالمقشه دي وخلاص، الجديده بقى بسيبها ايه للشقه بس من جوه. هنا بقى طبعا جبت الطبق الاورنج ده، وده الطبق بتاع المهام الصعبه بتاعتي. زي ما انتوا شايفين كوتشيات قد ايه محطوطة قدام باب الشقة، يعني كوتشيات وشباشب وحاجات يعني أعزكم الله، محطوطة ومكركبة وعاملة زحمة على الفاضي، وكمان الشكل مش حلو خالص. بس انتوا عارفين بقى أيام العيد ولعب الأولاد وكل شوية نازلين طالعين طالعين نازلين، وكمان هوبا المدرسة جت بعد العيد على طول، بدأوا ان هم يروحوا، فالمنظر ما كانش طبعا حلو خالص. فقلت لا بقى والله العظيم اللي اجيب الطبق ده والم فيه كل الكوتشيات اللي محتاجه غسيل. مش معنى كده ان انا هسيبهم كده يعني ديكور قدام باب الشقه، لا، انا بس سايبه الطبق على ما اخلص كنس السلم علشان اخده معايا وانا داخله الشقه تاني، يعني تبقى مره واحده بدل ما ادخل وارجع اطلع تاني. فاخلص كنيس السلم الاول وتنظيفه، علشان زي ما انتوا شايفين انا جايبه السلم كنس من فوق عند السطح، فهخلصه خالص لحد تحت عند المدخل بتاع البيت، تمام. فعايزة أقول لكم إن أنا بدأت اليوم بأصعب حاجتين علشان أمنع الكسل خالص. أكتر حاجتين يهدوا الحيل ويقطموا الوسط السجاد والسلم. فعلى ما أنا لفيت السجاد وطلعته، وأنا عندي السجاد بتاعي تقيل جدا، وعلى ما كنست السلم لحد تحت كنت خلاص حاسة إن أنا مش عايزة أكمل، بس قلت لأ يا سماح، انتي مصدر للطاقة الإيجابية، بلاش كسل. فهنا بقى كنت خلاص خلصت كنس السلم ورحت جاية داخلة هنا على الحمام. الغسالة دي انتوا عارفين طبعا ان انا معدتش بستخدمها خالص للملابس، فدايما بقيت مخصصاها للكوتشيات بتاعت الولاد. ممكن مثلا حاجات كده اللي هي مش ملابس يعني، تمام. بقيت دايما استخدمها للكوتشيات بس. فرحت جايه حاطه بقى ميه، وحطيت اي مسحوق، وحطيت شويه من الكلور، لان طبعا كل الكوتشيات او يعني اغلبهم باللون الابيض. فالكلور هيخلي طبعا لو في كوتشي فيه بقع ولا اي حاجه صعبه ان هي تتشال، فالكلور هينضف الكوتشيات كويس قوي. وانا هنا كنت بشوف المروحه بتلف كويس ولا الكوتشيات تقيله عليها، تمام. ظبطت كده الميه والمسحوق وكله تمام، وظبطت الدوره بتاعه الغساله. ولسه في كوتشيات تانية والله، بس انا حطيت الاول اللي هي الكوتشيات اللي هي الصغيره والبيضه، لسه في دوره تانية كمان. هنا بقى بما ان انا كده كده في الحمام، فمش عايزه اطلع منه برضو غير لما اكون مخلصاه. فببص كده على الحوض، لقيت برضو الحوض مش نظيف، ومش بس الحوض والبانيو تويلت كده. المهم ان انا قبل ما اطلع من المكان اكون خلاص منضفاه مخلصاه، بحيث ان انا اطلع منه اروح اشوف ايه اللي ورايا في المكان التاني، ما افضلش مثلا ماشيه تايهه. وده يعني لازم دايما تعملي كده، اللي هو تخلي شغلك منظم. دخلت الحمام يبقى تنضفيه،
وتطلعي منه بعد ما يكون خلاص خلصتيه ما عادش وراكي اي حاجه فيه، تخشي على الحاجه اللي بعد كده. هتحسي ان الدنيا معاكي رايقه ونظيفه وما بتاخدش منك وقت، ومش تحسي نفسك تايهه، اللي هو عملتي هنا حاجه وعملتي هنا حاجه وسايبه هنا حاجه لا. تمام. فانا جبت بقى برضو شويه كلور ورحت جايه رشاهم برضو في الحوض، ومعايا برضو السفنجه دي وحاطه فيها شويه مسحوق عشان برضو يرغي كده ويلمع ويبقى معايا نضيف وريحته حلوه. وهبدا بقى ارش زي ما انتم شايفين. وانا لما باجي اغسل الحوض دايما تلاقيني على قد ما اقدر حوالين بقى الخلاط والصبانه والسيراميك كده على قد ما ايد الطول، لو انا شايفه ان هو محتاج غسيل فامشي ايدي فيه، بحيث ان هو دايما طبعا مصدر للطرطشه والميه، فما يبقاش مثلا الميه تقف عليه فتنشف فتعمل كده نقط ناشفه، فما بتبقاش حلوه، شكلها بيبقى مش حلو. فلا، دايما بتغسلي الحوض روحي ممشيه ايدك حواليه كده. تمام. خلاص بقى هنا كنت خلصت الحمام وغسلت برضو البانيو والله والتويلت، بس ما رضيتش ان انا يعني اطول معاكم، اللي هو بجيب لكم من كل حاجه كده جزء بسيط. طلعت بقى دلوقتي زي ما انتوا شايفين يا جماعة، انا بمجرد ما بشد الجزء ده بتاع الركنة عمري ما اتنصفت ابدا، ولا قدامكم ولا حتى من وراكم. انا اول ما دايما اجي اشد الجزء اللي انا شدته الاول اللي هناك اللي هو فيه السرير، الكنبه اللي فيها السرير، الاقي بقى كل حاجه انتم ممكن تتخيلوها والله بجد. يعني اغلب الحاجات بتاعتي ممكن فرش، ممكن اقلام روج، ممكن قلم بتاع ملك وساجد، حاجات كتير ولعب وحاجات بتستخبى جوه. بتدخل ازاي ما اعرفش، هقول لكم ما اعرفش من حيث لا ادري والله. فهنا بقى يا جماعه انا دايما مش عشان مثلا الركن عندي سهله في ان هي تتحرك او كده، ان هي المكان يعني بسم الله ما شاء الله في عندي وسع في الصاله فبعرف ازق فيه، لا. انا دايما بحب قوي 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 لما اجي انضف احس المكان اللي انا بنضفه او اللي انا بكنسه ان هو يكون خالي قدامي، ان هو يكون فاضي. ما بحبش بقى ابقى سايبه مثلا الكنبه بتاعه الركنه واقعد اشدها يمين وارجع اكنس واشد اليمين دي خلاها ناحيه الشمال على ما اكنس الناحيه اللي كانت فيها، لا. انا بروح بقى ايه مستسهله خالص، وبعدها الاتجاه بتاع الصاله كده هناك، واسيب المكان زي ما انتم شايفين فاضي. فاروح بقى رافعه الستاير فوق على الشباك عشان برضو اعرف اكنس كويس، ما تبقاش رايحه جايه الديل بتاع الستاير كده في التراب. وزي ما انتم شايفين اقلام على لعب على معرفش ايه، وكميه تراب طالع من تحت الركنه، مكان بقى الهرس واللعب بتاعت ايام العيد، فالدنيا بايظه على الاخر. هنا بقى كنت خلاص رجعت كده الركنه جبتها الناحيه دي، يعني خليت عارفين انتوا هنا ده الجزء بتاع السفره هناك في نهايه الصاله اللي انا بكنس هناك كده اللي هو الدليسوار، والسفره على ايدي اليمين على طول. فبرضو شلت الكراسي وزقيت كده السفره لحد ما جبتها الناحيه دي خالص، برضو علشان المكان يبقى قدامي فاضي واعرف اكنس كويس براحتي، وابقى عارفه ومتاكده ان انا خلاص المكان اتكنس كويس وبقى نضيف، ما عادش بقى فيه تراب دخل تحت الكرسي ولا شويه تراب هنا ما عرفتش اجيبهم بالمقشه ولا اي حاجه. بصوا دي المقشه الجديده اهي باركولي عليها، ده كنت جايباها قبل العيد بيومين 3 كده، اللي هو ايه علشان اكنس الشقه بقى قبل العيد وبتاع، فرحت جايباها. وجايبه واحده تانية والله العظيم النهارده شفتوا لان دي اتكسرت بقول لكم باركولي وهي اصلا اتكسرت والله العظيم، دي حاجه اقول لكم ايه. يلا الحمد لله. اصلا دي الايد بتاعت المقشه القديمه، فانا بقعد ابدل بقى فيها، عارفين انتوا اللي هي الايد بتاعت الجديده اتكسرت وانا لسه بستخدمها كده وراحت مكسوره، فبروح بقى شايله الايد اللي هي العصايه من المقشه القديمه واركبها في الجديده، وهكذا بقى لحد ما اخلص. هنا بقى ده الجزء بتاع الركنه، جايبه لكم الزاويه من بعيد عشان تشوفوا انا بعمل ايه. بصوا المكان فاضي خالص ازاي، تحسوا انه ما فيهوش اي عفش. وجبت بقى المساحه بتاعه الباركيه والجردل، حاطه بقى فيه ميه وحاطه فيه كلور عشان طبعا التعقيم، وحاطه فيه منظف الارضيات برضو معطر ريحته بتبقى حلوه جدا. اول ما بسيق كده بيه بتخلي الشقه كلها بصوا في فواحه كده، في ريحه حلوه بريحه الليمون، في بريحه البرتقان، في حاجات كتير قوي. اختاري بقى اللي انت عايزاه. انا بصراحه يعني اللي انا بشتغل بيه ده اللي هو بتهيألي اللي هو البنفسجي ده اللي هو مش عارفه اسمه ايه، بس هو ريحته ورد كده، ياسمين حاجه زي كده مش عارفه، مش ليمون يعني، بس ريحته جميله جدا. وهنا بقى ببدأ ان انا اسيق زي ما انتم شايفين، انا بجيب وانا جايه يعني من ابعد مكان كده في الشقه وانا جايه جزء بجزء، الجزء اللي انا بكنسه على طول بروح ايه لما التراب بتاعه، وبروح جايبه على طول الجردل والمساحه وابدأ ان انا اسيقه. وهرجع بقى ارجع كل حاجه مكانها تاني، هرجع بقى السفره مكانها، وهنا كنت رجعت الركنه تاني مكانها،
والترابيزة، يعني انتوا بتبقوا شايفين قدامكم الجزء وهو فاضي وانا عماله اكنس، لكن ورا الكاميرا بيبقى الجزء اللي انا حاطه فيه الكاميرا كده وراكو بيبقى كله مكركب، ببقى حاطه الركنه على بعضها، الترابيزه فوق الركنه، الكراسي فوق بعض، السفره الكراسي كده محطوطه عليها من فوق، لحد ما بخلص وببدا بقى مع نفسي ارجع كل حاجه تاني مكانها وارتب الدنيا وهدي المكان كده واخلي شكله منظم وحلو. هنا بقى بعد ما كنت خلاص رجعت كل حاجة مكانها وكنت رتبت وخلصت كل حاجة، قلت بقى ايه اخر حاجة؟ مرحلة التلميع. انا بخلي دايما التلميع اخر حاجة بعد الكنس وبعد المسح، لان الحاجة اللي بتبقى محتاجة تلميع خلاص ما ينفعش ان انا بعد ما اكون لمعت اروح امسك المقشة واكنس تاني او اروح اسيق، لا، فانا بخلي اي حاجة محتاجة تتلمع بتكون اخر حاجة خالص. انا كان عندي الترابيزة دي متوسخة ومبهدلة لان امبارح كان مالك وساجد كنت عامله مكرونه وكانوا قاعدين بياكلوا هنا على الترابيزه، ففي صلصه وحاجات وقعت كانت ناشفه على الازاز، فانا بقى رحت جايه ماسكه الازاز غسلته كويس قوي بالملمع بتاعه، يعني رشيت عليه كتير ورحت جايه بالفوطه كده راحه جايه راحه جايه. اول مره حسيت ان هو لا لسه ما نضيفش، فرحت جايه عامله كمان رشه يعني كمان مره، وبعد كده شلت الازاز خالص وقلبته على الناحيه التانية. المهم ان انا اديت لمعه حلوه قوي قوي للترابيزه، وقعدت بقى زي ما انتوا شايفين اهو عماله بمسح الاستانلس كله، علشان الحاجات اللي هي اللي معموله في الترابيزه دي لازم امسك كل واحده كده وامشي عليها كويس. وهنا كنت خلاص بقى رجعت السفره تاني مكانها، وقلت برضو بالمره المعها. هي ما كانتش متوسخه ولا حاجه، هي اكتر حاجه متوسخه كانت الترابيزه بتاعه الركن. انا دايما السفره بعد الفطار بتتمسح وتتلمع، بعد الغدا بتتمسح وتتلمع، بعد العشاء. وخصوصا انا كنت من يومين ساعة الفسيخ، فاكرين العزومة بتاعة الفسيخ اللي كانت عندي من يومين؟ انا كنت مصبناها، انا وحياة ربنا اول مرة في حياتي كنت اعمل كده في السفرة انا كان ناقص اجيب شوية مية واشغل الخرطوم واغسل بالمية، والله انا صبنتها بس مش من غير ما اكب مية يعني. جبت السفنجة وفيها مسحوق وقعدت ادعك فيها واجيب فوط وانشف وابل مية وانشف عشان طبعا ريحة الزفارة. فبيني وبينكم هي الشقة كانت محتاجة التنظيفة دي النهاردة عشان تطرد أي ريحة زفارة كانت موجودة. بس خلاص يعني أنا عايزة أقول لكم أختكم يوم عزومة الفسيخ قبل ما تنام، والله العظيم قبل ما أنا أنام يا جماعة، أنا كنت حاطة كل الأطباق وكل المواعين اللي كانت زفرة في غسالة الأطباق ومشغلاها، وكنت غاسلة الرخام كله وغاسلة البوتاجاز كله وغاسلة السفرة، والشقة كلها كانت متنضفة تنظيفة كده اللي هي إيه بتاعت كل يوم دي انتوا عارفينها دي. وكنت رشه معطر وكنت قضيت خالص على ريحه الزفاره، عشان الناس اللي كانت بتقول لي يا لهوي يا سماح دي الشقه تلاقي كلها ريحتها زفاره. لا يعني هو بناكل وبنستمتع باكلنا وكل حاجه، بس ساعه ما نخلص اكل نرجع كل حاجه مكانها وزي ما كانت الاول واحسن كمان. هنا بقى دلوقتي انا كنت خلاص خلصت تلميع كل عفشي وكل حاجه موجوده عندي في الشقه، وما كانش فاضل غير باب الشقه. وانا بصراحة يا جماعة بهتم جدا دايما ان انا المع باب شقتي، بحب دايما ان هو يكون نظيف، مش علشان خاطر ان هو لونه اسود وان هو دايما بيبان عليه التراب والوسخ وبتاع، لا، علشان انا دايما عندي كلمة كده بقولها، ان الست الشاطرة بتبان من مدخل بيتها وخارجيات شقتها وباب شقتها. هتقولوا لي يا سماح طب ايه هي خارجيات شقتها دي، او ايه هي الخارجيات اللي انت بتقولي عليها؟ زي البلكونات مثلا، البلكونات دي خارجيات، يعني حاجات خارج الشقة متعرضة دايما للتراب وللهواء. فالست الشاطرة النظيفة هي اللي دايما بلكوناتها تكون نظيفة، هي اللي دايما السلم بتاعها يكون نظيف وبيلمع لمع، علشان طبعا دول اكتر حاجات دايما بيبقوا متوسخين او متطربين ومبهدلين، مش زي الشقة من جوه. فتخيلي كده ممكن تبقي قاعدة وحد يجيلك على غفلة، ممكن حد يجيلك بيتك كده فجأة، أول مرة حد يجيلك، أيا كانت الظروف، فلازم دايما باب شقتك يبقى نظيف، بلكونتك نظيفة وزي الفل، لازم برضو سلمك يكون دايما نظيف. تمام. هنا بقى بوريكم كده الشقة بعد ما خلاص خلصت كل اليوم بتاعي اللي انا قضيته النهاردة في التنظيف بتاع الشقة، لان انا بصراحة كانت الشقة عندي زي ما شفتوا تحت الركنة مبهدل، الارض محتاجة تتلمع، كان في حاجات وقع على الارض وملزقة، الترابيزات والسفرة كانت محتاجة تتلمع كويس قوي، كان عندي كوتشيات عايزة تتغسل، كان عندي سلم عايز يتكنس، كان عندي شوية هدوم عايزين يتغسلوا ويتنشروا. فالحمد لله خلصت كل حاجة، وزي ما انتوا شايفين انا بقى هنا كنت طافية النور كله بتاع الشقة،
وقفلت الشبابيك. انا كنت فاتحه الشبابيك وانا شغاله معاكم عشان يعني الشقه تتهوى وتتنضف كده، واحس ان الهوا بتاعها بيتجدد، ما تبقاش مكتومه، ما تبقاش مكمكمه، وفي نفس الوقت عشان تنشف الارض لما كنت بسيق. وبعد بقى ما خلصت رحت جايه قافله الشباك وقافله الستاير، علشان برضو ما اسيبش الشباك مفتوح فتره طويله، لان برضو البيت على الطريق، يعني العربيات بقى واللي رايح واللي جاي، فاكيد التراب هيطير ويرجع يدخل لي يطرب لي الشقه تاني. فرحت قافله بقى الشباك وقافله الستاره وسايبه كده نور ربنا زي ما انتوا شايفين. ايه رايكم بقى؟ شايفين النظافه؟ شايفين الروقان؟ انا كده خلاص بحس بقى ان نفسيتي ارتاحت. وبالنسبه طبعا للسجاد، فانا لسه سايباه فوق على السطح، لان كانت بقى الشمس خلاص زي ما انتوا شايفين ضاربه في الشبابيك اهي، فكنت سايباهم يتشمسوا، واخر النهار كده اللي هو بعد العصر هبقى انزلهم بقى فرشهم تاني. شايفين؟ والسفرة بقى بتلمع وكله مية مية وكله تحت السيطرة. فايه رأيكم بقى النهاردة في الروتين القوي ده؟ انا بصراحة كنت محتاجة ان انا اقوم اتشجع، علشان انا كنت كسلانة قوي قوي قوي، وحاسة ان انا مأنتخة اخر انتخة، فكفاية انتخة لحد كده. كفايه انتخى لحد كده، نقوم نشوف ايه اللي ورانا. انا بقول لكم اهو، كل واحده بتشوفني او بتسمعني دلوقتي كفايه انتخى، وقومي شوفي مصالحك وشوفي ايه اللي وراكي بس. وما تنسونيش بقى دعوة حلوة كده من قلبكم، ولكم طبعا بالمثل. وانتظروا بقى ان شاء الله فيديو جديد بكرة، وتصبحوا على ألف خير ومع ألف سلامة.